السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعرف مع بعض النهاردة ازاي تعرف اذا كنت مؤهل للايردروب ولا لا. ما تنساش في الاول تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده وتشترك معنا في قناة التليجرام عشان يوصلك كل شيء جديد اول باول. وهسيب لك اللينكات تحت في وصف الفيديو وفي التعليقات. هتدخل هنا على الايردروب، اقصى حاجة على اليمين. هتدوس هنا اخر حاجة تحت خالص على فيو تي جي اي رود ماب، هتدوس عليها. هنا هتبان لك بقى اللي هي الخطوات والشروط المفروض تنفذها عشان تبقى مؤهل للدروب. اول حاجة اد ذا اللي هو موجة طماطم ده تعمله على اسمك في التليجرام. والتي جي اي ستيب 2 تبقى في ليفل 4، ليفل برونز، رقم ليفل 4 في ليفل برونز. وتيجي واخر خطوة اللي هي تبقى توصل محفظتك، توصل البود محفظة البيت جيت. لو انت عملت كل الخطوات دي وكل حاجة يطلع كده صح يبقى انت كده مؤهل للدروب. لا، لو في واحدة مش معمول عليها علامة صح يبقى انت كده عندك مشكلة ولازم تحاول تحلها في اقرب وقت ممكن. الدروب اخر يوم من التعدين 31 اكتوبر. كده هتبقى لما يكون التلاتة معلمين كده عليهم علامة الصح كده يبقى انت كده مؤهل للايردروب. وهذا هو الليفل سيلفر 4. ادي اللي هو الليفل ده، لازم توصل للليفل ده عشان تبقى مؤهل للايردروب. وتوصل له عن طريق انك تعلي المراكز دي بالنجوم. انا عندي نجمتين هنا ليفل اب، هعليهم. بيو 9 او المفروض انا اوصل 32 عشان يبقى جولد 1، بس انا كده مؤهل يعني. حتى لو ما وصلتش للجولد 1 عادي، انا كده مؤهل للايردروب. فبس دي كانت الشروط وده كان فيديو النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده وتشترك معنا في قناه التليجرام عشان يوصلك كل شيء جديد اول باول. يلا شباب، في امان الله، موفقين جميعا.